السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم كيدجي فوت 90. سوف تتابعون إن شاء الله فيديوهات لشروحات بعض المواد لمختلف الشعب. في هذا الفيديو غادي نتطرق لبعض المواقف اللي كتواجه التلميذ بعد حصوله على شهادة البكالوريا. التلميذ المغربي كيتلف كيسول وما كيعرف شنو يختار. عندي لكم بعض النصائح والإرشادات العامة ما بعد البكالوريا بحكم التجربة ديالي. شهادة البكالوريا كتفتح ليك طريق لبناء المستقبل. كاين البعض اللي كيفضل يقرا في بعض المعاهد او الجامعات اللي كتبغي النقاط الجيده او الالتحاق بالتكوين المهني لكل شيء كيعرفو، وكاين واحد النوع اللي كيهني راسو كيكمل بها قرايته في الجامعات الأوروبية. لكن أنا غادي نركز على الجامعات والتكوين المهني. أي نوع من الدراسات توجهتي لها فهي مزيانة، كل شيء خدام، ما كاين حتى حاجة اللي ما نفعش هذا الزمان. إلا اختاريتي الجامعة فعندك 3 سنوات غادي تقراها وغادي تحصل على الإجازة ديالك، من بعد المدة ديالها عامين، من بعد غادي تكمل الماستر إلا كانت عندك القدرة تكمل الدكتوراه المدة ديالها عامين كذلك. فالخطوات أو النصائح اللي خاصك تتبعها فهي كالتالي: الحضور الدائم، ما تفلت حتى سيونس، وبعد من الأصدقاء اللي ما غادي ينفعوك والو. ما بغيتيكش دير لافاك على قبل المنحة أو ما شابه ذلك، ديرها فقط من أجل تحقيق المشروع ديالك الدراسي. حيد الفكرة الخاطئة والإشاعات المتداولة عن التلاميذ اللي كيقولوا هي ما تقرا ما كاينش هذه الأفكار هي خاطئة 100%. أولا تقول أن بعض لي بروف ما كيشرحوش مزيان. خاصك تعرف باللي الحضور ديالك في الجامعة غادي يعطيك تقريبا 50%، والباقي غادي تكملوا في المراجعات ديالك في الدار. عندك الانترنت في الدار، كاين شتى القنوات تبارك الله كيقدموا شروحات الدروس في مختلف الشعب. الاستاذ ما غاديش يقول لك علاش ما كتحضرش، هذه مسؤوليتك. يجعل الله تبقى حتى الايام ديال لي زيكزامان. كما كيقول المثل: عند الامتحان يكرم المرء او يهان. الفتره ديال الامتحانات غادي تدخل باش دوز الامتحان ديالك ما عارف والو ما فاهم والو، تلفت ولا تجبد الاسلحه ديالك باش نقول الا حصلتي غادي يوقفوا البكالوري ديالك والعام ديالك غادي يمشي هباء منثورا. اما بالنسبه للتكوين المهني فهو عباره عن مركب كيتواجد فيه العديد من التخصصات: الكاليف، لي تكنيسيان، لي سبيسياليست. عندك البكالوريا ديالك فاعتبر نفسك مع لي سبيسياليست، فيها بزاف ديال الشعب. اي شعبه اختاريتها وارتحيتي لها فتوكل على الله. قبل ما تختار الشعبه ديالك فيجب ان تكون لديك درايه على الشعبه التي تختارها، ماشي من بعد تظلم راسك وتقول ما كانش عليا نديرها ولا هادشي هذا خاطئ. القوانين اللي كاينين في التكوين المهني: الحضور كيختلف على الجامعه، هو ضروري الا ما حضرتيش في شي سيونس غادي يضطر الاستاذ يوقفك، وخاص يكون عندك مبرر باش تقنعه. المده ديال الدراسه في التكوين المهني فهي 2 سنين. العام الاول غادي تدوز لي زيكزامان ريجيونال، وفي النهايه ديال العام غادي تدوز الباساج. وبغيتك تكون مع الاوائل، حاول انك تكون مع الاوائل دائما، حيث الاوائل هما اللي ديما كيلقاو الخدمه وكيخدموا وكيبغيو بزاف. وفي التكوين المهني بغيت نذكر لكم هذه الفكره، هذه راه مزيانه في التكوين المهني اللي دارها. راه كاينين بعض الشركات كيجيو للتكوين المهني وكيختاروا فيهم دائما الاوائل، والاستاذ هو اللي كيعرفهم. وبغيتكم انكم ملي تكونوا كتحضروا انكم تكون عندكم واحد العلاقه مزيانه مع الاساتذه ديال التكوين المهني، وهما المفتاح ديالكم. بعد العام الثاني غادي تدوز لي ستاج على حسب المده ولا الفتره اللي غادي يقولها لكم الاستاذ. وفي النهايه ديال العام غادي تدوزوا فان فورماسيون. فان فورماسيون هو اخر عام ديالك في التكوين المهني. ان شاء الله تنجح وتحصل على دبلوم ديالك وتخرج لسوق الشغل. وفي الاخير كنقول لكم مسيره موفقه وان شاء الله النجاح للجميع. الى عندكم شي اقتراحات او شي تساؤلات تابوناو معنا في لاشين ديالنا وغادي نوصلكم دائما الجديد.